تشتري سيارة صينية ب4 شدات لو تشتري برادو مستعمل بهيج سعر؟ نبدي بالمنافس الأول، تانك 300. تابعني حتى يوصلك كل جديد بعالم السيارات. تانك 300 هي سيارة صينية شكلها حلو، ويبدو أنه خليط من الجي كلاس والجيب القديم وغيره، وداخله مشابه للمرسيدس، خصوصا فتحات التبريد والمقبض على جهة السائق، بينما البرادو معروفة بشكلها وقيمتها وعطالها القليلة. تانك 300 تجي بمواصفات هواي، رادار حساس وكاميرا 360 درجة وتحكمات خاصة على الأوفرود وقفل أكسل، ويبدو أن هذه السيارة مخصصة اللي يردون المغامرة على الأوفرود، وطبعا الياباني يجي بسعر أكثر ومواصفات أقل. الأكسل الخلفي مشابه لما يأتي في السيارات اليابانية، ويمكن رفع السيارة بسهولة بدون صعوبات، وخطوط البريك والحساسات تكون معزولة وجاهزة وتجهيزها الأوفرود. ولكن أيضا اليابان هو اختصاص تعديلات، ويمكن تعديلها بشكل سهل جدا وغراضها متوفرة. ولكن الجريت موتور هافال تتفوق بشكل بسيط على البرادو، لأن السسبنشن الأمامي، الطبلات الأمامية تجي دبل طبلة وشكلها شوية أطول، فهي تقدر توصل ارتفاعات أعلى وهي بلادية. محرك البرادو يجي ويا محرك 6 سلندر V6 4000، قوة 271 حصان، وعزم يقل بقليل من 400 نيوتن متر، بينما الهافال تأتي بعزم مقارب وقوة 212 حصان، أقل بشكل ملحوظ من التويوتا برادو. ومحرك البرادو أيضا معروف بعمره الطويل وأعطاله القليلة، والبرادو تعتبر من أقل السيارات عطلا من تويوتا. اليابان بصورة عامة سوقه ماشي، وممكن تشتري وتبيع بأي وقت بدون خسارة بالسعر، بينما السيارات الصينية تباع بخسارات كبيرة في معظم الأحيان. وهاي السيارة معروضة للبيع، مقابل الكثير من البرادو معروضة للبيع بسعر عالي حتى الموديلات القديمة. بالنهاية القرار للمشتري، تريد سيارة جديدة متروسة مواصفات وضمان شركة وبسعر معقول نسبة للمواصفات، أو تأخذ ياباني من وكالة بسعر أكثر ومواصفات أقل بكثير. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإلى فيديو قادم.